ألو، مساء الخير يا دكتور. آمم، أنا مش عارفة أنا ليه مختلفة عن الناس، بالاقي كل واحد من أخواتي أو قرايبي أو صحابي عنده هوايات ومهارات وناجحين في كل حاجة، ولو واجهتهم مشاكل بيعيشوا عادي ويكملوا حياتهم. أنا بقى عكس الكل، ولا عندي أي حاجة تحسسني إني ناجحة أو طبيعية، لا عندي هواية ولا باعرف أعمل أي حاجة تميزني. هوايتي النوم والأكل، ده حتى لما حد من قرايبنا جاب لي شغل كويس مرضتش أروحه عشان عارفة إني هفشل كالعادة. هو أنا كده مريضة؟ أعمل إيه خليني أتصالح مع نفسي وأحس إني إنسانة طبيعية؟ حضرتك بروتة. حضرتك بروتة وكسلانة. حضرتك مش عايزة تقومي من على السرير. حضرتك مستسهلة الفشل عشان تنامي وتلعبي في الموبايل وتتفرجي على التلفزيون. فهو حضرتك مش فاشلة ولا حاجة، حضرتك إنسانة كسولة جدا جدا جدا. بتتحججي إني فاشلة، أنا ما شفتش في كلامك فشل قد قعادك في السرير ونومك الحقيقة. وريني كده حاجة عملتيها بس بذمة، الله يكرمك، حاجة عملتيها بذمة كده وعملتي مجهود وفشلتي فيها، وقفتي تسرحي شعرك بنفس وطلع شكله وحش. لأن أنا أعتقد إن أكبر مجهود في حياتك كان لما سرحتي شعرك. لو استمريتي حضرتك بهذا الكسل يا ريت ما تتكلميش على الفشل، لأن الفشل نفسه هيزعل لو اتكلمتي عليه.